امي وطي اغسلي رجل مراتي. انا يا ابني اغسل رجل مراتك؟ بقول لك وطي اغسلي رجل مراتي. انت اتجننت ايه يا احسن؟ جميل تغسل رجل مراتك يا معلش بقى يا جبريل، استحمل بس امك بس تقعد 6 شهور عندك عشان انت عارف. يا حسام انت عارف ده انا شايلها في عينيا قبل ما انت تقول يا حسام ده امي. ما انا عارف يا جبريل وما تقلقش، كل شهر انا ابعت لك المصاريف. يا حسام مصاريف ايه يا حسام؟ انت بتتكلم في ايه يا حسام؟ برضه عشان خاطر الجماعه عندك برضه. لا مالكش دعوه بالجماعه. فاتن ده فاتن بتحب امي موت. امه ايه دي اللي هتيجي تقعد عندنا؟ هو انا ناقصه؟ مش كفايه عليا هو؟ لو الارض ما شالتهاش اشيلها فوق دماغي يا حسام. ربنا ده امي. يخليك، ربنا يخليك يا جبريل. يا جبريل يا جبريل تقريبا المدام بتميل عليك. جاي لك يا فاتن. ماشي ياما ما تقلقيش، والله هم 6 شهور بالظبط وهرجع على طول. هتسيبني وتمشي يا حسام؟ معلش ياما غصب عني والله العظيم، والله العظيم 6 شهور بالظبط ومش هسافر تاني ابدا. ماشي؟ شو انا ابعد عنك يا ابني؟ إيه يا وايه اللي انا فاتن؟ سمعته بره ده؟ هي امك هتيجي تقعد معانا؟ ايوه يا بنتي هتقعد معانا كام شهر عقبال ما حسام يرجع من السفر. كام شهر؟ انت بتتكلم على كام شهر دول كانهم يومين؟ يا بنتي فيها ايه؟ ده امي حسام هيسافر فيها ايه امك؟ لا يا حبيبي ودي شقتي، وانت عارف ان انا ما بحبش حد يجي يقعد في شقتي. يا بنتي ما حسام هيسافر وابعت لها فلوس وهي كده هتقعد على حس فلوس حسام. يعني كل اللي هيجي من حسام هنصرفه علينا. لا ما دام كده يبقى تفكيرك يعجبني، ما دام هيبعت فلوس وهو اللي يجي منه احسن منه برضه. بس خلاص بقى وشوف لنا اوضه كده ننام فيها. اشوف لك ايه يا حبيبي؟ اي مكان اي مكان. يبقى افرش لها بره تنام مش بره. وطي صوتك قاعدين بره. بقول لك ايه، ما تحكمنيش في بيتي، انا اعمل اللي انا عايزاه. ماشي احنا نظبط الدنيا. هيجي لنا خميره من وراه. ماشي هيجي لنا خميره وفي نفس الوقت برضه تنضف لي الشقه. عاملاها كويس دلوقتي. معلش اعملها ايه؟ معلش عشان اخويا بره. روح يا جبريل. ماشي. جرايه حلوه، هو انت فاكره ان ابنك جايبك هنا رحله ولا ايه؟ في يا بنتي، انا عملت لك ايه؟ من ساعه ما جيتي يا اختي وانت قاعده متستته وماسكه لي الريموت وقاعده تتفرجي على التلفزيون، مش في شقه عايزه تتنضف وفي مطبخ عايز يتنضف برضه ولا ايه؟ هو انا اللي هنضف يا بنت الشقه؟ نعم يا حبيبتي، انت عايزاني انا انضف وانت موجوده؟ مش هتعملي بلقمتك ولا ايه؟ ليه يا بنتي كده؟ انا اللي هو اعمل لك الحاجه وانت قاعده؟ يا سلام، لا يا حبيبتي ناقص ان انا اخدمك انت كمان. سيبي يا ماما الريموت ده يا حبيبتي ويلا بقى قومي عشان في مواعين جوه عايز تتغسل. قومي قدام يلا، انا جايبك رحله قال. لا اله الا الله. ايه مش شايفه المطبخ عامل ازاي؟ ولا مستنياني اجي اقول لك نضفيه بقى؟ خلاص يا بنتي هعمله. عايزاه الاقيه زي الفل بيبرق كده، سامعه ولا مش سامعه؟ وتخلصي بسرعه وتطلعي لي عشان هحتاجك تعملي حاجات تانية بره. حاضر. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. هتكون قرف. اخيرا شرفت يا اخويا. ايه يا فاتن عامله ايه؟ مش كويسه ايه خالص. مالك؟ امك يا سيدي اللي انت بالتني يا بيه. لهوي كل يوم امي. انت كمان مش عاجبك صح؟ جايب لي واحده بقى، بدل ما اخدمك بس اخدمها هي كمان، اقعد بقى اعمل لها واسوي لها وهي تفضل قاعده هاني وتتفرج على طب ما التلفزيون. فاتن ما حسام بيبعت لنا الفلوس يا فاتن واحنا بنعمل. يا اخويا هو هيبعت لي الفلوس يشغلني بيها خدامه عندكم ولا ايه؟ طب هنعمل ايه يا فاتن؟ ما ننام في الاوضه لوحدها على جوه ما بتعملش حاجه، هي بتاكل وبتشرب. بقول لك يا جبريل، انا اصلا من ساعه ما امك جت هنا وانا مش طايقاها في البيت، انما كمان بقى اقعد اخدمها وكل لما اقول لها على حاجه ما يعجبهاش وتقعد تحاسبن عليا، فلا انا مش هقبل بكده. عايزه ايه يا فاتن؟ بص يا سيدي، امك تراضيني وتغسل لي رجلي وانا قاعده، ولو ما عملتش كده هطلعك بره البيت، وانت عارف ان الشقه باسمي، يعني هقدر اطلعك في ثانيه ومالكش عندي اي حاجه. تروي دراعي يعني؟ هو ده اللي عندي يا جبريل. طب ماشي يا فاتن. وادي الباب مفتوح اهو يا خلاص يا جبريل، فندم. عشان لو ما الناس- عملش اللي انا قلت عليه هطلعكوا بره البيت ده. حاضر يا فاتن. اتفضل يا سيدي اتفضل. هتكون قرف. امي وطي اغسلي رجل مراتي. انا يا ابني اغسل رجل مراتك؟ بقول لك وطي اغسلي رجل مراتي. انت اتجننت ايه يا احسن؟ جميل تغسل رجل مراتك يا ما تنت على